ليل مجنون في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. نبدأ من قمة برشلونة ونيوكاسل. هنا مباراة بدنية شرسة وصراع قوي في كل كرة، ونيوكاسل قدم مباراة كبيرة تكتيكية وبدنية وصنع فرص كثيرة جدا، وكان قريب من تسجيل أكثر من هدف في المباراة، لكن دفاع برشلونة وحارسه وقف كسد منيع أمام الهجمات. وبرشلونة لم يكن الأفضل هجوميا، لكن اللعب عقلانية وصبر وتحكم حتى جاءت الدقيقة 85. ضغط إنجليزي مجنون على المرمى يسفر عن هدف مستحق لنيوكاسل، والجماهير تحلم بفوز تاريخي على البرشا، لكن كرة القدم لا تعترف إلا باللحظة الأخيرة. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضايع هنا ركلة جزاء لبرشلونة، ويتقدم لامين يامال ويسجل التعادل. صدمة لنيوكاسل وفرحة مجنونة لبرشلونة. مباراة تؤكد شيئا واحدا فقط: الإياب سيكون نارا. وفي اسطنبول غلط سراي يفاجئ ليفربول ويفوز بهدف نظيف على ليفربول. أما بقية المباريات: بايرن ميونخ يكتسح أتلانتا ب6 أهداف، وأتلتيكو مدريد يسقط توتنهام ب5 مقابل هدفين. ليالي الأبطال بدأت تشتعل، والإياب قد يحمل مفاجآت كبرى. وفي نهاية المقطع، إذا عجبك المقطع اعمل لايك واشترك في القناة عشان نصل 10,000 مشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.